بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بنجدد الترحيب بكم على قناة أبرار التعليمية. مواد تجارية. هنقدم المراجعة النهائية في الباب الأولاني كله اقتصاد للثانوية العامة. هكون معاكم النهارده محاسبة هبة فتحي من قناة أبرار. المراجعة بتاعتي النهارده بتتكون من أسئلة صح وغلط وأكمل واكتب المفهوم الاقتصادي مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالتفوق والنجاح بإذن الله. يلا بينا ناخد السؤال الأول. السؤال الأولاني عندي هنا مراجعة الفصل الأولاني عن الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية. اكتب المفهوم الاقتصادي الذي تشير إليه كل عبارة مما يلي. السؤال الأولاني رقم 1، شعور بالحرمان يلح على الفرد مما يدفعه إلى القيام بما يساعده للقضاء على هذا الشعور. طبعا المصطلح العلمي أو المفهوم الاقتصادي هو الحاجات أو الحاجة. السؤال رقم 2، تناقص الشعور بالحرمان مع زيادة عدد الوحدات المستخدمة من الوسيلة المناسبة لإشباع الحاجات. طبعا ده قانون المنفعة الحادية، ان انا كل ما بستهلك حاجات او استهلك مواد سلع او استهلك مواد، عايزة اكل مثلا او عايزة اتفسح او عايزة اعمل كل ده، كل ما بستهلك عدد الوحدات دي كل ما الاشباع بتاعي بيزيد والوحدات دي بتقل. رقم 3، كل ما يصلح لإشباع الحاجات بالطريق مباشر وغير مباشر. طبعا دي مفهوم الموارد. السؤال رقم 4، موارد توجد بكمية أقل مما يشبع كل الحاجات ولها وحدها قيمة اقتصادية ويهتم بها علم الاقتصاد. طبعا علم الاقتصاد بيهتم بالموارد النادرة أو الموارد المحدودة نسبيا، هي دي شغل علم الاقتصاد، الموارد الاقتصادية النادرة وبتتميز بالندرة النسبية. السؤال رقم 4 أو 5 مش متذكرة. السؤال رقم 5، توجد بكمية أكبر مما يشبع كل الحاجات ولا تثير مشكلة اقتصادية ومش بيهتم بيها علم الاقتصاد. طبعا دي الموارد الحرة الغير اقتصادية، طبعا مش بيهتم بيها علم الاقتصاد عشان دي موجودة بكثرة قوي وما فيهاش ندرة ولا أي حاجة. السؤال رقم 6، تصلح لإشباع الحاجات بطريق مباشر، هي السلع الاستهلاكية. السؤال رقم 7، تصلح لإشباع الحاجات بطريق غير مباشر بالمساعدة في إنتاج السلع أو إجراء عمليات عليها. طبعا دي السلع الإنتاجية. السؤال رقم 8، فرع من الاقتصاد يتناول المستويات العامة للنشاط الاقتصادي، هو ده الاقتصاد الكلي. السؤال رقم 9، فرع من الاقتصاد يتناول تقييم السلوك الاقتصادي في ضوء معايير الكفاءة والجودة، هو ده اقتصاد جزئي بيركز على جزء واحد فقط من اقتصاديات الدولة. السؤال رقم 10، فرع من الاقتصاد يتناول تقييم قلناها اللي هي اقتصاديات الرفاهية. يبقى 9، فرع من الاقتصاد يتناول سلوك الوحدات الاقتصادية كمستهلكين أو منتجين، اقتصاد جزئي. فرع من الاقتصاد يتناول تقييم السلوك الاقتصادي في معايير الجودة، اقتصادات الرفاهية. رقم 11، فرع من الاقتصاد ينظر إلى المستقبل وما نحدد له أو ما نعد له من إمكانيات للتنمية والنمو، طبعا اقتصادات النمو والتنمية الخاصة بالدولة. وآخر حاجة عندي هو علم اجتماعي يدرس المشكلة الاقتصادية المتمثلة في الندرة النسبية للموارد القابلة لإشباع الحاجات. هو ده حضرتك تعريف علم الاقتصاد وكيفية الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة للوصول إلى أقصى إشباع ممكن للحاجات. هو كل ده تعريف علم الاقتصاد. وهندخل على السؤال الثاني وهو اختر. يلا بينا بسرعة. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين فيما يلي. رقم 1، تتناقص المنفعة الحادية تدريجيا مع تناقص الوحدات ولا زيادة الوحدات ولا الشعور بالحرمان ولا انتهاء الشعور بالحرمان. حضرتك المنفعة الحادية بتتناقص مع زيادة الوحدات المستهلكة من السلع. رقم 2، تتغير طبيعة أي سلعة من إنتاجية إلى استهلاكية أو العكس حسب كيفية استخدامها، ملناش دعوة نهائي بأسعارها أو خصائصها الطبيعية، المكونات بتاعتها مش مهم بالنسبة لي، وتوفر كميتها برضو مش مهم. أنا
في كيفية استخدامها وكيفية وجود عناصر بديلة ولا لأ من حاجات الإنسان الأولية، الترفيه ولا التعليم ولا الملبس ولا المواصلات. طبعا من بداية الإنسان الحجري ويهتم بالملبس. يلا بينا نكمل، اختر. نيجي السؤال رقم 4. الحاجات البشرية هي المحرك الأساسي لكل أنشطة سياسية ولا نشاط اقتصادي ولا نشاط اجتماعي؟ طبعا نشاط اقتصادي. 5. تتمثل المشكلة الاقتصادية في ارتفاع الأسعار ولا قلة المعلومات؟ لا، مشكلتنا بقى احنا في الاقتصاد في ندرة الموارد بالنسبة لكمية الحاجات، خاصة مع الزيادة الفظيعة في عدد السكان. السؤال رقم 6. علم الاقتصاد لا يهتم إلا بالموارد النادرة وليس الحرة ولا غير الاقتصادية ولا الطبيعية، الموارد النادرة. السؤال رقم 7. الوسائل الصالحة لإشباع الحاجات بطريق مباشر نطلق عليها سلع استهلاكية وليس كمالية وليس إنتاجية. تمام، حضرتك لو محتاج تاكل هتنزل على أي سوبر ماركت هتشتري أكل وتاكل، دي سلع استهلاكية. السؤال رقم 8. فرع من علم الاقتصاد يهتم بالكفاءة الاقتصادية هو اقتصاد النمو والرفاهية. تمام، طبعا هو هنا كاتب الكلي وجزء النمو والرفاهية لوحدها هو الاقتصاد النمو والرفاهية. السؤال رقم 9. كل مما يلي من خصائص الحاجات عدا الجمود. هو ده مش من خصائص الحاجات، لأن الحاجات كل العناصر دي من خصائص الحاجات ما عدا الحاجة دي. يعني الحاجات متجددة، بتتميز بالاستمرارية، بتتميز بمدى قابليتها للإشباع، واحنا قلناها في آخر فيديوهين كل الخصائص دي بالتفصيل. السؤال رقم 10. فرع من الاقتصاد يدرس سلوك الوحدات الاقتصادية كمستهلكين أو منتجين، هو اقتصاد الجزئي أو الاقتصاد الوحدوي، هو ده تعريف. طبعا بالنسبة للأسد ده فهي صورة عجباني قوي. تمام، فأنا حطيتها عشان أنا بحب شكل الأسد دوت. السؤال اللي من بعد كده وده يعتبر اخر سؤال في مراجعة الباب الاولاني، وهنجاوب باذن الله بسرعة، وهنحط لك كمان الاجابة عشان تحفظها زي ما هي. ضع علامة صح وخطأ امام العبارات طبعا مع التفسير او التعليل في الحالتين. يبقى لو صح تقول صح ليه، لو خطأ تقول خطأ ليه. السؤال الاولاني. يهتم علم الاقتصاد بكل انواع الموارد؟ طبعا ده عبارة خاطئة، لأن علم الاقتصاد لا يهتم إلا بالموارد النادرة لأنها موجودة بأقل من الكميات المطلوبة لإشباع الحاجات، خاصة مع زيادة السكان زيادة فظيعة. السؤال الثاني. الحاجات البشرية المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي؟ طبعا إجابة صحيحة. التفسير النهائي، لأن غرض أي نشاط اقتصادي هو عمل تنمية اقتصادية وإشباع للحاجات البشرية، يعني احنا بنشتغل علشان نشبع حاجتنا البشرية. تمام، وبقية الراتب أو بقية المرتب لإشباع حاجات الرفاهية. السؤال اللي بعد كده رقم 3. قد تكون السلع استهلاكية أو إنتاجية حسب الوظيفة التي خصصت لها، إجابة صحيحة. لو احنا استخدمنا السلع في إشباع الحاجات بطريقة مباشرة اسمها عندي سلع استهلاكية أو استقرابية. الاتنين تعريفهم واحد، استقرابية أنا بجيبها من أي مكان قريب، وإذا استخدمت بطريق غير مباشر أو دخلت في إنتاج منتج آخر أو في إشباع حاجات صناعية تصبح إنتاجية، زي البترول بستخدمه في التدفئة، دي بيعتبر بالنسبة لنا سلع استهلاكية. والبترول بستخدمه في إدارة الآلات المصانع، يبقى دي وظيفة إنتاجية. السؤال رقم 4. لا يهتم علم الاقتصاد إلا بالموارد النادرة، عبارة صحيحة، لأن الموارد النادرة بتبقى موجودة بكمية أقل من إشباع الحاجات، فتبقى عاملة مشكلة إن احنا هنشبع حاجات الأفراد دي كلهم إزاي. السؤال رقم 5. كلما زاد غنى الدولة قل فيها نسبة الحاجات الأولية لمجموع حاجات المجتمع، عبارة صحيحة. تتجه الدولة في الحالة دي لإشباع الحاجات الثانوية زي التعليم والصحة والترفيه وشراء بقى السلع الرفاهية زي العربيات والمصايف وكل الحاجات دي. طبعا نتيجة لغنى الدولة ما بقاش فيها أي مشكلة نهائي. السؤال رقم 6. للمعلومات أهمية اقتصادية، صح؟ مفيش أي دولة تقدر أو أي نظام اقتصادي أو إداري يقدر يشتغل من غير وجود أي توافر معلومات، لأن بالنسبة للهيكل الإداري بالنسبة للمعلومات المحاسبية بتاعتنا
المدير محتاج يتخذ قرار في الوقت ده، فلازم يكون موجود قدامه معلومات، وانا مش هتوسع في المعلومات المحاسبية غير بإذن الله مع الجماعة اللي هيكملوا معانا في كلية التجارة بإذن الله. احنا بنبتدي معاكم من سنة وهو. يبقى الإجابة دي صحيحة، لأنها تزيد من قدرة النظام الاقتصادي على حل المشكلات الاقتصادية، وتساعد في الاستخدام الأمثل لكل الموارد والكفاءات المتاحة، لأني ببتدي أحط خطة، والخطة بعمل لها تنظيم، والتنظيم الناس اللي هتنفذ الخطة بتاعتي منظمين لازم يبقى عليهم توجيه، والتوجيه محتاج رقابة عشان أوصل للكفاءة أو للحاجة اللي أنا عايزاها أو للهدف الموجود أو المطروح قدامي في الخطة. رقم 4، ما العلاقة بين قابلية الحاجات للإشباع وتناقص المنفعة الحدية؟ وده قانون تناقص المنفعة الحدية. دي العلاقة طبعا علاقة عكسية، حيث كلما تزايدت أو الوحدات المستهلكة بتزيد لإشباع الحاجات يؤدي إلى تناقص المنفعة الحدية. يعني المنفعة بتاعتي بتقل، خلاص أنا ببتدي أشبع الحاجات، فأنا مش عايز وحدات تاني زيادة. رقم 2، الاقتصاد والمستقبل، علاقة وثيقة طبعا، حيث يهتم علم الاقتصاد بالمستقبل نتيجة ان انا ببتدي اخطط، وعندي علم مخصوص اسمه علم النمو والتنمية خلاص، والرفاهية كمان بيهتم قوي بالمستقبل. وظهر فرع اقتصاد النمو والتنمية زي ما قلت لك، تمام، الذي ينظر للمستقبل وما فيه من امكانيات للنمو والتنمية لتحقيق افضل مستقبل مقبل للاجيال القادمة. طبعا دي كان اخر سؤال عندي في مراجعة الباب الاولاني في الاقتصاد من المواد الغير مضافة للثانوية العامة، مع تمنياتنا لكم بمزيد من التوفيق والتقدم بإذن الله، وتحققوا كل الاحلام بتاعتكم. الفيديوهات بتاعتنا دي مساعدة بسيطة قوي للطلاب المحبين او للمحاسبين المنتظرين بإذن الله. ما ننساش الشير والتعليقات، تمام. اذا عجبك الفيديو طبعا فشكرا، محتاجين منك لايك علشان نستمر في عرض الفيديوهات الخاصة بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.